تعز تتعهد بمواصلة ثورة فبراير حتى تحقيق كامل أهدافها، ومناضلون يؤكدون أن المقاومة امتداد لهذه الثورة. استشهاد وإصابة 9 أطفال ونساء بألغام الحوثي، ومنظمة سام تنادي بحملة مناصرة لإنقاذ السجناء السياسيين. ومنشآت الصرافة ترفض تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية، وانتقادات للحكومة على فشل استقرار الاقتصاد. نشرة 9 من يمن شباب، أهلا بكم. والبداية من تعز التي شهدت اليوم الجمعة وقفة جديدة في ساحة الحرية للتأكيد على استمرارية ثورة 11 من فبراير، وللمطالبة بفك الحصار الحوثي المفروض على المحافظة منذ 8 سنوات. وهتف الثوار في الوقفة بشعارات تطالب المجلس الرئاسي والحكومة بسرعة دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لكسر الحصار المفروض على المدينة. وقال الثوار إن إهمال ملف الحصار يضاعف من معاناة السكان في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر وارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما رفع الثوار لافتات تؤكد على استمرارية ثورة 11 من فبراير، متعهدين بمواصلة الثورة والمضي قدما حتى تحقيق كامل أهدافها. هذا وقال ثوار تعز في تصريحات لقناة يمن شباب إن الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر من العام 2014 يمثل تآمرا على ثورة 11 من فبراير. وتعهد الثوار بعدم السماح بأن يكون اليمن لقمة سائغة لإيران، مؤكدين أنه سيكون مقبرة لوكلائهم من ميليشيا الحوثي الإرهابية. الثوار أشاروا إلى أن المقاومة الشعبية التي يسطرها أبناء تعز لإفشال المشروع الإيراني في اليمن والخليج هي امتداد لثورة فبراير المجيدة. الذين قاموا بهذه